ايه يا بنت عملتي كده؟ في ايه اللي حصل؟ ايه ده اللي انت فيه ده؟ قطع لي التيشيرت. انت عملت كده يالا؟ والله يا اخويا ما عملت حاجه، والله ما عملت كده خالص. يا كداب يا واطي، خبط عليا وقال لي انا تعبان وعايزه انام شويه على بال ما اخويا يجي، عايزه في موضوع ضروري. فجاه تهجم عليا وقطع لي التيشيرت. انت فهمني الكلام ده حصل بجد ولا ايه؟ قول. والله يا اخويا ما عملت الكلام ده، انا كنت نايم على السرير عادي خالص ومستنيك عشان عايز افتحك في الموضوع اللي كنت قايل لك عليه قبل كده. فجاه لقيتها جخت عليا وقطعت التيشيرت، والله ما عملت كده، انت ليه بتعملي كده؟ فكرك الكلام ده يخيل عليا؟ لما قطعت التيشيرت بتاعها وكانت بتزعق وتصوت هي ايه بتنجم ان انا جاي، انا عرفت منك. اسمع، مالكش فلوس عندي، تطلع بره يالا. انا تعمل في اخوك الصغير كده؟ يا عم مش عايز منك فلوس ولا عايز حاجه منك، ويا عم امشي وراه وصدقها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيه. مفكرنا اتأثر بكلامه، الطريق اللي يودي يالا. متزعليش. تسلم لي يا سندي، خدت لي حق. طبعا في ظهرك دايما. يلا نخش بقى قبل ما بنتنا تيجي. طب يلا بينا. مالك بتفكر في ايه؟ زعلان ومتضايق قوي في نفس الوقت. تخيل اخويا من لحم ودمي ويعمل كده. ده انا مليتش معاه في حاجه ولا كنت بقصر معاه في اي حاجه بيطلبها مني. ده انا اللي مربيه من بعد وفاه ابويا وامي يعني. وانا كمان كنت بعتبر اخويا الصغير. بس بقول لك يا محمد، اهم حاجه بنتنا ما تعرفش حاجه عن الحوار ده خالص. طبعا يا بنتي. هروح الو. يا منى عاملة ايه؟ الحمد لله يا عم، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك يا عمي، هو انت بس ما ينفعش تجيلي ضروري؟ والله يا بنتي انا ورايا شغل وورايا شوية حاجات كده، مش عارف اجي خالص دلوقتي. طب حاول يا عمي، حتى لو هقابلك حتى في الكافيه اللي جنب البيت، لو حتى مش هتعرف تيجي البيت. ولو عليا عشان بس في مشكلة كده بيني وبين امك وابوكي، مش هينفع اجي والله قال لي خالص. ما تشغلش بالك يا عمي بمشاكل ابويا وامي، بس تعالى بس قبل الضروري عشان عايزك في موضوع. خلاص ماشي، هقابلك في الكافيه. خلاص ماشي، هستناك. ماشي يا حبيبتي، يلا سلام. سلام. بص يا عمي، انا جايباك النهارده علشان انا واثق فيك، فانا عايزاك تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. بص يا بنتي، انت عارفه ان انا محترم وعمري ما بعمل حاجه شبه دي. انا كنت داخل ده عادي جدا، داخل اريح على الكنبه، كنت مستني ابوكي. فجاه لقيت امك جت عليا وقعدت التيشيرت وقعدت تصرخ وتعمل حاجات مش طبيعيه، وطبعا للاسف ابوكي صدقها و... طلعت انا اللي وحش في الاخر. انا عارفه يا عمي ان انت اتظلمت، وان هما كلهم جم عليك جامد وظلموك في كل حاجه، انا ما اعرفش بصراحه يعني امي ليه بتعمل كده اصلا. وانت عارفاني اهو ان انا محترم وان انا ما اعملش كده، وانا عارف ان انا بحبك من وانت قد كده، وعارف انك كويسه وهتسمعيني وهتفهميني. عايزك بس تثبتي ان انا بريء ومظلوم واني ما عملتش كده. اتمنى. خلاص يا عم، هشوف ان امي عملت كده ليه وانا هبقى اكلمك. استنى بس مني مكالمه. خلاص ماشي. ماشي، باي. ايه في ايه مالك؟ ايه اللي انت عملتيه في عمي ده؟ عمك اتهجم عليا، ما عملتش فيه حاجه. لا والله، يعني انت ما تبلتيش على عمي وقطعتي عليه التيشيرت علشان ابويا ياخد منه الورث؟ لا ما حصلش. وعرفت منين الكلام الفارغ ده؟ لا ما حصلش. ايه، انا قابلت عمي في الكافيه وقال لي على كل حاجه. منى يا حبيبتي، ابوك يعرف حاجه عن الكلام ده؟ انا عملت كل ده لمصلحته وعشانك، عشانك انت بالذات. اوعي تتكلمي.